اللقاء ده بقى بالنسبه لي احسن من اللقاءات، لان الفنان الكبير خالد محروس لما يكون فنان فهو انسان واخ وصديق، ودايما بيشرفني طبعا في جميع اللقاءات. انا بتشرف بيك اخويا وعزيز عليا طبعا حبيبي ربنا يخليك. النهارده في نقابه المهن التمثيليه في وسط نخبه من نجوم الفن الكبار، كله جاي النهارده يتواجد، سواء مرشح او سواء حد جاي يدي صوته، الفنان الكبير احمد بدير، الفنان محمد صاوي، الفنان ماجد المصري، الفنانه ايتن عامر، الفنان الكبير يحيى الفخراني. فايه رايك النهارده بالنسبه للانتخابات والسيستم بتاعهم؟ والله هي مش انتخابات بشكل انتخابي، احنا مش بنحسبها كده، احنا بنحسبها احتفاليه يعني. احتفاليه يعني الناس كلها بتشوف بعضها، في ناس ما بتشوفش بعض على فترات طويله قوي، فبيقوم تجمع اكتر من انتخابات، وانت بتلاحظ حاله الحب اللي بين الجميع يعني. ما فيش فرق بين مرشح والتاني يعني ما فيش مشاحنات، ما فيش الجو بتاع الانتخابات المتعارف عليه يعني. الناس كلها اصحاب واصدقاء وكده يعني. وانا شايف ان حضرتك مدي بهجه وحاجه جميله كده النهارده في الانتخابات. لا دايما بتدي كده ليك كاريزما خاصه. ربنا يخليك يا رب. احنا طبعا انا عايز اقول كل النازلين الانتخابات طبعا كلهم اصدقاء واعزاء واساتذه افاضل. اللي هينجح نقول له مبروك، واللي مش هينجح نقول له برده مبروك، لانها مسؤوليه طبعا وهم كبير. اللي هينجح ده طبعا هيبقى فيه مسؤوليه كبيره عليه، شايل هم اكتر من 4000 عضو، فبتبقى يعني مرحله مش سهله، وده منصب خدمي في الاخر يعني، هو مش بتقاضى عليه اجر، فبنقول له الله يعينك اللي هينجح يعني. شرفنا بيك ونورت قناه ميديا سينما، ونورت برنامج ايفنت من يجي على قناه الحدث، وتحياتنا للمخرج المحترم استاذ يوسف بشاره. تحياتي لاحلى يوسف بشاره، منور الدنيا يا استاذ يوسف، وتحياتي لكل مشاهدينك ومتابعينك، وفي تقدم دايما ان شاء الله. شكرا يا فنان جميل. ربنا يخليك. شكرا.